استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي للمشاركة في القمة. واستقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس الإكوادور رافائيل كوريا الذي وصل الرياض ليرأس وفد بلاده في القمة الرابعة للدول العربية وأمريكا اللاتينية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يشارك في أعمال القمة بالرياض. هذا واستقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم الذي يترأس وفد العراق للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة الذي يرأس وفد جيبوتي للمشاركة في أعمال القمة. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس وفد بلاده إلى القمة. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يرأس وفد بلاده في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الذي يرأس وفد بلاده في القمة. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مطار الملك خالد استعدادا للمشاركة في أعمال قمة الرياض. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل المملكة ليرأس وفد مصر في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما وصل إلى الرياض رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح والوفد المرافق لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تستضيفها المملكة. ووصل المملكة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ليرأس وفد لبنان خلال أعمال القمة التي تعقد في الرياض. كما وصل إلى الرياض أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان للمشاركة في أعمال قمة الرياض. كما وصل إلى الرياض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للمشاركة في أعمال قمة الرياض. كما وصل الرياض رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تستضيفها المملكة.